عمرك حسيت انك بتكرر نفس الغلط، بتبعد عن الفرصة او بتخاف من حاجة من غير سبب واضح؟ الموضوع مش صدفة، في عقل تاني جواك شغال بصمت وبيتحكم فيك اكتر من ما تتخيل، وده العقل الباطن. العقل الباطن هو جزء من دماغك بيشتغل في الخلفية بتاعت الدماغ، انت مش بتفكر فيه، لا ده هو اللي بيفكر فيه. علم الاعصاب بيقول ان العقل الباطن مسؤول عن حوالي 95% من قراراتك اليومية، يعني اللي بتعمله بإرادتك الواعية حوالي 5% بس، والباقي هي ردود فعل ومعتقدات ومشاعر اتبرمجت جواك من زمان. زي الكمبيوتر كده لما بيشتغل برامج في الخلفية، العقل الباطن بقى بيشتغل بنفس الطريقة، بس البرامج دي مش مكتوبة بكود، مكتوبة بالتجارب بتاعتك وبكلمات اتقالت لك في لحظات خوف او فرح. علم النفس بيقول ان العقل الباطن بيتبرمج من اول يوم انت اتولدت فيه، خصوصا في اول 7 سنين من حياتك. في المرحلة دي دماغك بيكون في حالة اسمها هيتا، ودي نفس الحالة اللي بتحصل اثناء النوم المغناطيسي، يعني اي كلمة واي موقف بيدخل جواك من غير فلتر، بيتحول لملف وبيشتغل طول حياتك. يعني لو حد قالك وانت صغير انت مش شاطر، العقل الباطن ممكن يصدقها ويبدأ يبني عليها ردود فعلك حتى لو كبرت وبقيت ناجح. في دراسة اتعملت في جامعة ييل بتقول ان العقل الباطن بيأثر على سلوكك حتى لو انت مش حاسس بيه، يعني ممكن تاخد قرار بس السبب الحقيقي هو ملف قديم جواه مش اللحظة اللي انت فيها. وفي تجربة مشهورة اسمها تجربة اليد الخفية، اتعملت في جامعة هارفارد، اثبتت ان الناس بتتصرف على بناء محفز لا شعوري من غير ما ياخدوا بالهم. يعني العقل الباطن مش بس بيخزن، ده كمان بيقرر وبيواجهك وبيخلي رد فعلك يسبق تفكيرك. طب هل نقدر نعيد برمجته؟ بس محتاج 3 حاجات: الوعي والتكرار والمشاعر. لما تبدأ تقول لنفسك جملة إيجابية قررها وتربطها بشعور قوي، العقل الباطن بيبدأ يسجلها كملف جديد. في تقنية اسمها التوكيدات، في دراسات أثبتت إنها بتقلل التوتر وتزود الثقة بالنفس لأنها بتعيد تشكيل الروابط العصبية في الدماغ. خليني أديك مثال. في واحد عاوز ينجح في شغله، بس كل مرة هيجي قدام تحدي جديد بيحس بخوف شديد ويرجع لورا. هو مش كسلان، لكن في ملف قديم في العقل الباطن بيقول المخاطرة خطر أو أنت مش قد التحدي، فالعقل الباطن بيرجع يشغل الملف ده من غير ما يستأذنك. نفس الفكرة بتحصل في العلاقات، ممكن تلاقي نفسك بتنجذب لنفس النوع من الناس حتى لو النتيجة دايما بتكون وجع. طب ليه؟ لأن في نمط محفوظ جواه بيسحبك ناحية المألوف مش ناحية الصح. العقل الباطن زي الفلاشة القديمة، مليان ملفات ممكن تعيد الكتابة عليها، بس لازم تديها وقت وطاقة. في 3 طرق أساسية. الوعي، أول خطوة إنك تلاحظ النمط، مثلا كل مرة بعمل كذا بسبب إني مصدق فكرة معينة عن نفسي. تاني حاجة التكرار، زي ما اتبرمجت على الفكرة زمان ممكن تعيد برمجتك بفكرة جديدة بس بالتكرار اليومي. 3 المشاعر، العقل الباطن ما بيفهمش بالمنطق قوي، هو بيخزن اللي مرتبط بالعاطفة قوي شوية. يعني لو قررت جملة إيجابية وانت حاسس بيها فعلا هتدخل أسرع من مجرد جملة فاضية. تخيل نفسك سايق عربية وعندك GPS متبرمج على الطريقة القديمة، مهما حاولت تلف هو هيفضل يوجهك على نفس الطريق حتى لو في طريق أقصر. العقل الباطن هو الGPS ده، لو ما حدثش الخريطة هتفضل تلف في نفس الدايرة، لكن اول ما تبرمجه من اول وجديد هتكتشف ان في طريق اقصر واسهل يوصلك لمكانك. العلم بيأكد ان الدماغ مش حاجة ثابتة، في مفهوم اسمه المرونة العصبية، يعني المخ بيقدر يغير نفسه ويعيد تشكيل الروابط ما بين الخلايا العصبية، وده معناه انك مش مسجون في ملفات قديمة. العقل الباطن يقدر يغير كل مرة بتتعلم حاجة جديدة او بتغير عادة او بتواجه خوفك، انت بتعيد توصيل السلوك بتاعتك من الاول. من الحاجات المدهشة ان العقل الباطن بيفضل يسجل كل حاجة حواليك حتى لو عقلك الواعي مش مركز فيها. في ابحاث في جامعة كاليفورنيا ان الانسان ممكن يشوف صورة او يسمع جملة في جزء من الثانية وبعدها ينساها فورا، لكن العقل الباطن بيفضل محتفظ بيها وده بيأثر على اختياراته بعد كده. التجربة كانت بسيطة، عرضوا للمشاركين مجموعة كلمات بشكل سريع جدا وما لحقوش يحفظوها، وبعدها طلبوا منهم يختاروا ما بين حاجات مختلفة. المثير ان اغلب الناس اختاروا بناء على الكلمات اللي اتعرض ليهم من غير ما يعرفوا. يعني العقل الباطن بيخزن ويكرر من غير ما يعلن عن نفسه. والعادات اليومية اللي احنا بنعملها من اول طريق الاكل لحد اسلوب الكلام بتدور في الاغلب عن طريق العقل الباطن. علم الاعصاب بيقول ان تكرار اي فعل بيخلق مسار عصبي جوه في الدماغ،
مع الوقت بيتحول لروتين تلقائي مش محتاج وعي. تجربة اتعملت في MIT اظهرت ان الفئران اللي اتعودت تمشي في المتاهة معينة للوصول للاكل مخها بيشتغل اقل مع التكرار، ومجرد ما تحفظ الطريق النشاط الواعي بيقل والعقل الباطن بيتولى القيادة. نفس الشيء بيحصل معانا لما تلاقي نفسك بتعمل عادة من غير ما تفكر، ده شغل العقل الباطن. المثير ان العقل الباطن مش بس بيردد الماضي لكن كمان مصدر للابداع. العلماء بيشوفوا ان لحظة الالهام لما الفكرة تيجي فجأة هي نتيجة تفاعل في العقل الباطن كان بيربط ويجمع ما بين المعلومات في الخلفية. ألبرت أينشتاين كان نفسه بيقول ان اعظم الاكتشافات جت وهو بيسرح شعره او بيلعب بالكمان، مش وهو قاعد على المكتب. العقل الواعي بيركز لكن الباطن بيخلط الافكار بطريقة جديدة ويقدم لك كابداع هدية. الغريب كمان ان العقل الباطن ما بيفرقش ما بين الحاضر والماضي بنفس الطريقة اللي بيعملها العقل الواعي. لما تفتكر موقف قديم مؤلم، العقل الباطن بيتعامل معاه كأنه بيحصل دلوقتي، بيخلي جسمك يفرز نفس الهرمونات وكأنك لسه عايش اللحظة. وده بيشرح ليه بعض الذكريات بتخلينا نتوتر او نخاف من جديد حتى بعد مرور السنين. لكن في سؤال عميق هنا، هل انت فعلا بتختار تكون الشخص اللي انت عليه؟ الهوية اللي احنا بنعيش بيها مش دايما نابعة من وعينا، كتير منها اتبنت من نظرات الناس لينا ومن توقعاتهم ومن موقف صغير شكلت صورتنا عن نفسنا. يعني ممكن تكون شايف نفسك شخص خجول بس الحقيقة انت اتوصفت كده وانت صغير، والعقل الباطن صدق الوصف ده وبدأ يبني عليه سلوكك. بس الهوية مش ثابتة وممكن تتغير، بس أول خطوة إنك تسأل أنا مين فعلا ومين اللي قال عني كده. لما تيجي تاخد قرار افتكر إنك بتفكر فيه كويس. العلم بيقول إن العقل الباطن بيبدأ يشتغل قبل ما يوصل لوعيك. يعني ممكن تكون قررت ترفض الفرصة مش لأنك فكرت فيها لكن لأن في ملف قديم بيقول الفرصة دي مش ليك. في تجربة في جامعة كولومبيا عرضت على الناس اختيار بسيط زي يختاروا ما بين مشروب أو لون. اكتشفوا إن العقل الباطن بيحسم القرار قبل ما الشخص يعرف إنه اختار أصلا. يعني القرار اللي بتفكر إنه واعي بس في الحقيقة هو رد فعلك القديم متنكر في شكل منطق. العقل الباطن مش بس بيأثر على تفكيرك، ده كمان بيأثر على جسمك. في دراسات بتقول ان الكلمات اللي بتتقال عليك لو كانت سلبية ممكن ترفع ضغط الدم او تقلل المناعة. يعني لما حد يقول لك انت فاشل، العقل الباطن ممكن يترجمها كتهديد ويخلي جسمك يدخل في حالة توتر حتى لو انت مش مصدقها بوعي. وفي ناس بتعيش في ألم جسدي مزمن بس السبب الحقيقي مش عضوي، هو ملف نفسي متخزن في العقل الباطن وبيفعل الألم كل ما يتفتح. كل واحد فينا عنده مسرح داخلي، في شخصيات بتتكلم جواه، صوت الأب، الأم، المدرسة، صحابك زمان. العقل الباطن بيحتفظ بالأصوات دي ويشغلها وقت ما تواجه موقف مشابه. يعني لما تغلط ممكن تسمع صوت داخلي بيقولك انت دايما كده، بس ده مش صوتك الحقيقي، ده تسجيل قديم اتخزن جواك. لو عرفت تميز ما بين الصوت الحقيقي وصوت التسجيلات القديمة هتبدأ تتحرر من التمثيل الداخلي مش بتاعك. في مفهوم اسمه اللاواعي الجمعي طرح كارل يونغ، بيقول ان في ملفات مشتركة بين البشر زي الخوف من الظلام او حب الام. العقل الباطن مش بس فردي، ده بيحمل كمان رموز جماعية. يعني ممكن تحس بحاجة مش لانها حصلت لك شخصيا لكنها متخزنة في العقل الجامعي للبشر، وده بيشرح ليه بنرتاح لبعض الرموز زي البحر او النار او الطفل لانها مرتبطة بملفات قديمة في الاوعية الجمعية بتحرك مشاعرنا من غير ما نفهم ليه. الابداع مش دايما بيطلع من لحظة تركيز، احيانا بتطلع من لحظة شرود. العقل الباطن بيشتغل كأنه محرك خلفي ويربط ما بين الافكار والمشاهد والمشاعر وبيقدم لك فكرة جديدة من غير ما تطلب ويعيد ترتيبها بطريقة فنية. يعني لما تسرح او تمشي لوحدك انت بتدي لعقلك الباطن مساحة للابداع. العقل الباطن هو اللي بيختار الشريك قبل عقلك الواعي ما ياخد القرار. يعني ممكن تنجذب لحد مش لانه مناسب ليك لكن لانه بيشبه نمط قديم متخزن جواك. لو انت اتعودت على العلاقة اللي فيها جهل او تناقض، العقل الباطن ممكن يربط ده بالحب ويخليك تدور على نفس النوع من العلاقات حتى لو بتوجعك. في دراسة بتقول اننا بننجذب للناس اللي يشبهوا اول ناس حبونا او اذونا لان العقل الباطن بيحاول يعيد التجربة وبيصلحها بطريقته. يعني لو عاوز تختار صح لازم تسأل نفسك الاول انا بنجذب ليه مش لمين. جرب تكتب جملة توصف العلاقة اللي تستحقها، مثلا
انا استحق العلاقة اللي فيها دعم وحب وصدق. كررها كل يوم، بس مش مجرد تكرار، قولها وانت حاسس بيها، خليها وعيشها وصدقها. العقل الباطن مش هيصدقها من اول مرة، بس مع الوقت هيبدأ يغير الملفات وهيخليك تختار من مكان مختلف. الحدث مش سحر، هي نتيجة شغل عميق للعقل الباطن. لما تحس انك عارف حاجة من غير ما حد يقولك، ده لان العقل الباطن جمع اشارات صغيرة وربطها وقدم لك نتيجة كاحساس داخلي. يعني لما تحس انك مش مرتاح لشخص او انك لازم تاخد خطوة معينة، اسمع لحدثك، لان صوت العقل الباطن هو شاف اكتر من ما شاف العقل الواعي. لو حسيت انك مش فاهم نفسك، افتكر ان في عقل بيشتغل في الخلفية، بس مش لازم يفضل سايق لوحده. كل لحظة وعي وكل كلمة صدق هي خطوة لتحديث الخريطة. ويمكن لما تبدأ تسمع لنفسك بجد، تكتشف انك مش محتاج تغيير، انت بس محتاج تفكر. كان في واحد مش مشهور، مش دايما واثق من نفسه، بس جواه حاجة كبيرة. كل ما يجي ياخد خطوة يحس ان رجله بتتقل، مش لانه مش جاهز، لكن لان في صوت جواه بيقول له انت مش قدها. الصوت ده مش جديد، ده قديم جدا، اتولد في لحظة محدش خد باله منها. لما اتقال له هو صغير بلاش تتكلم كتير الناس هتضحك عليك، ومن ساعتها كل مرة لما يجي يعبر عن نفسه يحس بخوف مش مفهوم. كبر واتعلم واشتغل ونجح في حاجات كتير، بس كل مرة لما يقرب من حلمه الحقيقي، العقل الباطن يشغل ملف قديم ويخليه يرجع خطوة لورا. في مرة قرر يواجه نفسه، مش قدام الناس لكن قدام المراية. قال لنفسه انا مش الصوت اللي جوايا، انا اللي بيختار يسمع او يغير. بدأ يلاحظ نمط، كل مرة بيهرب وكل مرة بيخاف وكل مرة بيقول مش وقته. كان في ملف بيشتغل في الخلفية، بدأ يكتب جملة جديدة ويربطها بمشاعر حقيقية ويقول لنفسه انا استحقها، انا هقدر اعملها، انا كبرت. ومع الوقت الملف القديم بدأ يضعف والملف الجديد بدأ ياخد مكانه، مش لان الدنيا اتغيرت، لكن هو اللي غير الخريطة. القصة دي مش عن شخص واحد، دي عن كل واحد بيحس انه مش كفاية بس بيكمل ويحاول ويكتشف ان العقل الباطن مش سجن، ده باب ومحتاج مفتاح اسمه الوعي. سلام.